السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي سلام وقبل أي كلام، أنا عايز أقول لك حاجة. لما أقول معلومة ونتأكد من معلومة وبنقولها، يا ريت محدش بس يكتب لي في التعليقات أرجوكم: يا عم أصلا شيكابالا ده عنده برد، أنت بتقول إيه؟ يا عم أصلا مصطفى شلبي ده عنده إصابة في الضلوع وعنده كدمات في الضلوع. يا عم سيبك بقى من الاستبعادات السياسية الفنية الرياضية دي بتاعت جوميز. أنا بس عايز حاجة منك صغيرة: لما تسمع مني معلومة اشتريها، ولو ما طلعتش صح رجعها تاني. انا بقبل المرتجع. اشتريت خلاص اشتريت، عايز ترجع انا بقبل المرتجع، مفيش مشاكل لو ما عجبتكش او ما طلعتش صح. لكن للاسف قراراتنا او معلوماتنا طلعت صح على شيكابالا ومصطفى شلبي. تعالوا كده نسمع انا قلت ايه في حلقه امبارح في اقل من نص دقيقه. نتمنى ان الاسامي اللي معروفه هي اللي تشارك. نتمنى ما نجيش نلاقي مثلا مستبعد شيكابالا مستبعد مصطفى شلبي، لا. نتمنى ليه؟ لأن قلنا وجود شيكابالا في هذه المباراة مهم جدا جدا جدا، سواء على الدكة حتى مش شرط في الملعب. ومصطفى شلبي كمان ورقة رابحة بالنسبة لنا حتى لو مش هيبدأ. افرض الدنيا مش متظبطة معانا، يبقى مصطفى شلبي ينزل، يمكن يكون عنده حلول. دي لعيبة كانت بتلعب في الزمالك بقى لها فترة متواجدة، رجلها في الملعب تقدر تديلك. وزي ما كلكم شفتم، قلنا مش عايز اجي الاقي مصطفى شلبي وشيكابالا مستبعد. وجودهم مهم جدا حتى لو مش هتبدأ بيهم. عدم وجود مصطفى شلبي و شيكابالا في قائمة نادي الزمالك في مواجهة الأهلي مصيبة كبيرة. أنا دلوقتي خلاص ناصر ماهر لا قدر الله مش ماشية معاه، مثلا حصل له حاجة بعد الشر، هلاقي مصطفى شلبي. زيزو مش ماشية معاه، هلاقي شيكابالا. أنا مش عارف في إيه. ولا أنت لما هتلاقيهم مش جاهزين هتنزل لي بقى متيابة، ولا هتنزل لي مين؟ انا مش عارف انت بتفكر في ايه ولا عايز ايه. قائمه نادي الزمالك فيها مفاجآت عديده جدا، هقولها لكم بالتفصيل وسبب الاستبعادات ايه. لكن الاول نرحب بيكم، ومعلش لو اتاخرت عليكم في الترحيب لاني مش عارف اقول ايه. خايف من تفانين جوميز، ممكن تصح وممكن ما تصحش. نبدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من تاني، واهلا بيكم في قناه الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك، نبدا اخبارنا النهارده وانصرنا يا الله. في كلا الحالات وفي كل الحالات بندعم جوميز، لانه في الاول وفي الاخر هو اللي هيتحمل الخساره وهو اللي هيتشكر على المكسب. قائمه نادي الزمالك شهدت كل من محمد عواد وكمان معاذ علاء ومحمود اشرف، دول ثلاثي حراس المرمى. في خط الدفاع حمزه المسلوسي وعمر جابر واحمد فتوح، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وياسر حمد. قدامهم نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، سيف فاروق جعفر، احمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، متيابه، السيد نمار. وزي ما قلنا طبعا لو كنا نسينا محمد شحاته طبعا موجود ومتواجد كمان سيف الدين الجزيري، سامسون ايكينولا، وناصر منسي، وطبعا نجم النجوم احمد زيزو. ربنا ينصرنا ويوفقنا امين يا رب العالمين. غيابات نادي الزمالك مصطفى شلبي وشيكابالا تم استبعادهم لاسباب فنيه. شفتوا لما مصطفى شلبي كان اعترض على تغييره وشيكابالا كان اعترض على تغييره، الراجل عاوز يوري للناس ان في انضباط وان هو هيحرمهم مباراه واتنين من المشاركات. وهتتكلموا معاه وهيقول لكم اصابات اصابات. دلوقتي هيقول لك لعدم الجاهزيه. لا، انت بتخاطر، انت كده بتخاطر. التشكيله المتواجده واللعبه الماتش اللي فات عايزينها تلعب باستثناء تغييره واحده، لكن ما ينفعش شيكابالا ما يكونش على الدكه، ما ينفعش مصطفى شلبي ما يكونش على الدكه. حد هيقول لي يا عم بقى لهم فتره مش كويسين، هقول لك شيكابالا بقى له فتره كويس. حد هيقول لي يا عم سيبه يجرب، هقول لك سيبه يجرب. لكن انت ازاي تستبعد زياد كمال وتنزل مكانه في القايمه سيف فاروق جعفر؟ سيف فاروق جعفر ما لعبش غير ماتش واحد يا راجل، يا راجل. من اول ما جه ما لعبش غير ماتش واحد يا راجل، شوط واحد يا راجل، شوط واحد. انت ازاي تستبعد مهاب ياسر وتدخل مكانه متيابه؟
موتيبا اللي ما شاركش غير شوط واحد برده معانا من اول ما جه. مهاب ياسر رجله في الملعب اهو، وخد الماتش اللي فات وما شاء الله كويس، وخد امام فيوتشر قدام الاتحاد وامام فيوتشر. الدنيا كويسه مع مهاب ياسر. معرفش بتفكر ازاي، معرفش ايه اللي في دماغك، معرفش ايه اللي داير. ليه بتجيب موتيبا مكان مهاب ياسر؟ وليه بتجيب سيف فاروق جعفر مكان زياد كمال؟ وطبعا بقيه المستبعدين: محمد عاطف، اشرف رؤى، ابراهيم النضاي، محمد صبحي، الونش، محمد عبد الشافي. دي غيابات نادي الزمالك ومحمود علاء طبعا للاصابه، لكن تشكيله او قائمه عجيبه غريبه فيها 4 ما كانش ينفع يتم استبعادهم. رايكم يهمني، لكن الحق حق. مهاب ياسر، انا لسه في زملكاويه عماله تقول الراجل بيألف، ولسه في زملكاويه بتقول مش ناقصه تفانين. انا بقى خايف من حاجه مهمه. اجي بقى الاقي ملخبط في التشكيل، انزل لي مثلا موتيبا في الاول، منزل لي سيف فاروق جعفر في الاول، منزل لي سيف الدين الجزيري كمان في الاول. معرفش هو بيفكر ازاي. انا قلقان من ناحيته. الراجل فرض السريه التامه على تدريبات نادي الزمالك النهارده، اتكلم مع اللعيبه ان هو بيثق فيهم، وقال لهم ان احنا عاوزين نترجم الفرص بتاعتنا لاهداف، وان اهم حاجه الاستحواذ يكون ايجابي ومش سلبي. وقال لهم ان دي مباراه فارقه في الدوري وفي مشوارنا الموسم ده، هتدينا دفعه معنويه كبيره جدا، وعايزين نصالح الجمهور عشان خاطر اللي حصل في مباراه الكاس. ده الكلام اللي قاله جوزيه جوميز. والله يا جوزيه جوميز، لا قدر الله بعد الشر لو اتغلبت مش هتشوف معايا وش، والله ما هتشوف معايا وش. اصل حاجه يعني فوق ما تتخيل. انا مش عارف، معرفش هو بيعمل كده ليه ولا عشان ايه. يلا إيه بص بقى، بمناسبه ان ابراهيم نور الدين هو المتواجد هو الحكم، ابو المعاطي الزكي الاهلاوي الكبير اللي بيطلع في كل برنامج يقول لك انا اهلاوي بيهاجم الزمالك على طول، قال لك ان النادي الاهلي اعطى موافقه لاتحاد الكوره، موافقته على ابراهيم نور الدين، موافق عليه. يعني مش زعلانين، يعني مش غضبانين، يعني علاء صادق بيمثل علينا زي ما قلنا، ما بنجيبش اخبار من ورا الشمس ومن ورا الارض ومن فوق السماء والكلام ده كله، لا، بنجيب اخبار موثوق فيها. كمان ان شاء الله استاد القاهره هيتفتح الساعه 2 الظهر، الزمالك هيفتحوا له طريق الاوتوستراد ماشي. كمان ممنوع اي دخول شماريخ، اي لافتات موسيقى، الكلام ده كله بالنسبه للجمهور. طيب، عايز اكلمك تاني في حاجه برضو، حاجه مهمه جدا، يعني حاجه مهمه قوي. عدم البدء بمحمد شحاته في وسط الملعب جنب نبيل عماد دونجا هيعمل خلل في وسط الملعب. اوعى تمكن الاهلي من وسط ملعبك حتى في الهجمات المرتده، لازم تلاقي الصدادات. محمد شحاته من الناس اللي بتصد كويس، من اللي بتقفل كويس جنب نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا مش هينفع لوحده خالص. معلق المباراه زي ما قلنا هيبقى ايمن الكاشف، كلنا بنعترض على ايمن الكاشف. وعلى القناه الصوتيه الثانيه تقريبا هيبقى مؤمن حسن تقريبا، يعني هيبقى في قناه صوتيه ثانيه تقريبا، مش مؤكد قوي بالنسبه لي. المباراه الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 7 مساء هتلاقي المباراه تشتغل. يا رب انصرنا، يا رب وفقنا. حاجه يعني تزعل والله العظيم. شيكابالا ومصطفى شلبي وخروجهم زعلني، ومهاب ياسر كمان خروجه زعلني، وكمان زياد كمال خروجه زعلني. ويا رب اكسب وفي الاخر انت تطلع صح يا عم واحنا معاك، بس شيكابالا ما يتعملش فيه كده. اسطوره من اساطير نادي الزمالك ما يتعملش فيها كده يا راجل. ايه تاني؟ ندخل سريعا على التشكيل المتوقع عشان معايا خبرين عايز اقولهم في الاخر. التشكيل المتوقع اللي المفروض هيلعب بيه: في حراسه المرمى محمد عواد، 2 مساكين حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، احمد فتوح وعمر جابر، قدامهم نبيل عماد دونجا، والمفروض محمد شحاته. لو ما لعبش محمد شحاته وحط جنبه احمد حمدي او عبد الله السعيد يبقى قتل واحد من الاثنين.
يبقى ضيع واحد من الاثنين، لان الاثنين مش هيجيدوا اللعب في مركز رقم 8. احمد حمدي في مباراه فيوتشر لما قالوا له انت ابدعت وجبت جول، وقال لهم عشان كنت بلعب رقم 10 صريح، كنت حر في النواحي الهجوميه، اوعى تضيع واحد فيهم بلعب 8. عندك محمد شحاته رقم 8، خليه يلعب لما الماتش يدور ويبدا يشتغل ونعرف راسنا من رجلينا. عاوز تغير غير. يبقى المفروض نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد، يا احمد حمدي، خلاص قدام زيزو، ناصر ماهر، المفروض سامسون ايكونولا. كل الاقاويل بتقول سامسون ايكونولا. هل يا ترى هتفاجئنا بسيف الدين الجزيري ولا ايه؟ لازم وسط الملعب بتاعنا يبقى فيه زياد محمد شحاته، لازم. احمد حمدي لو لعب 8 يا جماعه او عبد الله السعيد يبقى اتضربنا، يبقى انت كده قتلت شغل الهجومي. وفي النواحي الدفاعيه هم مش قد كده الاثنين. بس ده اللي انا بتكلم وبقول عليه، وده اللي انا نفسي انه يتم. محمد شحاته هو اللي يشارك. حاجه كمان بقى نفسي فيها، ما تقعدش بقى كل شويه تودي لي زيزو على الشمال، زيزو على الشمال، زيزو على الشمال. خلي لي زيزو ثابت على اليمين، خليه يلعب على علي معلول اللي بالنسبه لي خلاص كبر في السن خلاص. يعني الراجل يقدر يشتغل عليه ويوقفه. ما تفتحش وما تريحش جبهه علي معلول. مجرد ان انت تنقل زيزو من اليمين للشمال انت بتريحه، انت بتريحه. بس الخبرين اللي معانا بقى اللي عايز اقولهم سريعا كده. على فكره الاهلي لسه ما علمش قائمته، ويمكن ما بيعلنوهاش، ما اعرفش. المهم بايرن ليفركوزن الالماني اول مره في تاريخه يحصد لقب الدوري الالماني. بجد مبروك ليهم. مع مين بقى؟ مع تشافي الونسو النجم الاسباني الكبير. لعب في بايرن ميونخ ولعب في ريال مدريد، كان اسطوره في وسط الملعب. كمان عايز اقول لك ان الدوري الانجليزي بدا يتمرجح. النهارده ليفربول خسر من كريستال بالاس 1-0، وفرص فوق ما تتخيل كانت بتضيع. تحس ان في حاجه غريبه، والله العظيم فرص غريبه غريبه، بقيت اتنطط مش مصدق. كمان الاغرب من كده الارسنال خسر في دقيقتين من استون فيلا 2-0. كده يتربع على قمه الدوري برصيد 74 نقطه مانشستر سيتي. الارسنال وليفربول راكبين الدوري بقالهم طول الموسم، ويجوا في الاخر يوسعوا للسيتي. سبحان الله، حاجه غريبه، مش عارف بتبقى ازاي دي ولا بتحصل ازاي دي. كل التوفيق وكل الدعم لنادي الزمالك، ربنا ينصرنا، امين يا رب العالمين ويوفقنا. ولو في اخبار تانية النهارده هنطلع نتكلم، لو مفيش خلاص يبقى بكره قبل المباراه برضه لو في. يا رب نتلاقى على خير، يا رب نحتفل بالمباراه. تحياتي لكم جميعا، بحبكم كلكم جدا. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.